انا عارف ان الخوف دلوقتي هو اكتر حاجة مسيطر عليك. ايه الاخبار ونهارك ابيض ويا رب دايما في احسن حال. ورجعت لكم بفيديو جديد، وبما انك دخلت الفيديو ده فخد الكلمتين دول مهمين قوي ليك. بما ان امتحانات ثانوية عامة فاضل لها اقل من اسبوع وانت جوه قرار نفسك بتقول خلاص ما بقتش، طيب احب اعرفك انها فارقة وفارقة جدا كمان. تعالى معايا دلوقتي وانت بتذاكر، يجي قدامك المسألة دي انت حلتها تمام وعرفت الخطوات بتاعتها، جيت في الامتحان جات لك نفس المسألة دي كان عليها 4 درجات يعني ب1%. شفت بقى طلعت فارقة ولا مش فارقة؟ قبل ما تجاوبني خد بالك ان اللي بيفرق بين كلية وكلية حاجات من 10، حاجات لا تذكر، ممكن توديك اخر الدنيا، ممكن تنزلك عن كلية كان نفسك تدخلها من زمان. طيب زي ما قلت لك هي فارقة وفارقة جدا كمان. كل مجهود انت بتبذله بتاخد عليه اجر وبيبقى محسوب لك، وكل محاولة بتحاول فيها انك تتغلب على نفسك صدقني هتاخد عليها مقابل. كل محاولة انت بتذاكر فيها صدقني هتلاقي النتيجة بتاعتها قدام. عارف ممكن تحفظ صفحة كلمات انجليزي تلاقي منها في الامتحان 4 أو 5 كلمات. وحاجة أخيرة، ما تقللش من مجهودك أيا كان اللي انت بتعمله وأيا كان اللي انت بتبذله، حتى ولو من وجهة نظرك انها مش فارقة. وبس كده، لو عندك أي سؤال سألوني في الكومنتات. بس كده، سلام.